السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة أم عمر في المطبخ. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم حاجة حلوة كده بالبطاطا. نعمل بطاطا بالكريم كراميل، حاجة كده بتدوب في البق. قلت نودع الصيف بيها، وجميلة جدا ومغذية وحلوة أوي للأطفال كمان. يعني لو عندك أولادك ما بيشربوش اللبن، ما بياكلوش البطاطا، فاحنا هنعمل الميكس ده جميل جدا. بس تابع معايا الفيديو للآخر وما تنسيش تحط اللايك. يلا نسمي بالله ونقول المقادير معانا. دي بطاطا اهي، بقولك انا جبت البطاطا زي دي كده وقشرتها وقطعتها بالشكل ده نص كيلو بطاطا اللي متقطع ده. وحطيت معايا نص كوبايه من السكر وربع كوبايه من الميه. نحط البطاطا بقى في الحله معانا ونحط عليها السكر والميه. دي كده خلاص مهمتها انتهت. حتى لو جبت البطاطا في مرة وطلعت مسخة، بتبقى في بطاطا كده ملهاش طعم، مش مسكرة، فاعمليها في الوصفة دي. جميلة جدا يا جماعة ومغذية جدا للأطفال، وطعمها حلو جدا، يعني بتدوب في البق كده دايبة دوب. هنا بقى بعد ما سلقتها حطيتها على العين الصغيرة بتاع البوتاجاز وسبتها لغاية ما اتسلقت معايا. هنا أول ما نزلتها من على النار اهي بالشوكة، وهتلاقيها اتهرست معاكي على طول. حتى لو ما هرستهاش بالشوكة، احنا كده كده هنحطها في الخلاط فهتتهري معاكي وهتنعم خالص. دي بقى اختياري، مكعبين من الزبدة، يعني حوالي معلقة كبيرة من الزبدة. عايزة تحطيها براحتك، مش عايزة خلاص. ده باكو من الكريم كراميل، ونص كيلو من اللبن او الحليب، وباكوين من الفانيليا، مفيش اكتر من كده. مغذية جدا وحاجة في منتهى الجمال. ويا ريت بقى لو وصلتي معايا في الفيديو لغايه هنا ما تنسينيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلي الجرس وتدوس على كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد باذن الله. هنا نقلب في مكعبين الزبده، كده كده هيدوبوا مع السخونه بتاع البطاطا. نحط بقى الكوبايتين من الحليب. كيس كريم كراميل بياخد نص كيلو من الحليب ونص كيلو من البطاطا. ده القوام اللي هيطلع معاكي مظبوط. عفوا. وباكوين من الفانيليا بيديها ريحه حلوه قوي. نحط بقى المكونات كلها كده في الخلاط. وهنا السكر بقى على حسب ذوقك، عايزه تزودي سكر تاني، احنا حاطين نص كوبايه مع البطاطا، عايزه تزودي نص ربع كوبايه تاني، معلقتين، براحتك خالص، ده على حسب ذوقك. وهنا باكل الكريم كراميل. ده الكراميل بيبقى جاي معاه، والباكو ده هنفضيه في الشفشق كده. اخلطي فيها جامد لغايه ما تنعم معاكي خالص. مغذية جدا جدا للأطفال. هنا بقى نحطها في الحلة علشان ناخدها على البوتاجاز. ما تحشيش ايدك منها، قلبي فيها على طول عشان دي سهلة انها تتلسع منك في الحلة من تحت. فانتي قلبي فيها كده على طول لغاية ما تغلي معاكي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم بإذن الله. حاجة حلوة كده، تغيير، ونودع بيها الصيف، وكل سنة وانتم طيبين. هنا نفضي الكراميل هنا في الاطباق، عايزه تعمليه في كاسات براحتك، عايزه تعمليه في قالب بتاع الكيكه براحتك زي ما تحبي. وزعته هنا بالشكل ده. نشوف معانا الخليط ده هو على البوتاجاز. طعمها يا جماعه في منتهى الجمال اهو. لازم تغلي معاكي بالشكل ده، تسيبيها على النار وتقلبي فيها على طول. ده قوامها المظبوط، اخف من الكيكه بحاجات بسيطه. نحطها بقى في الاطباق او الكاسات زي ما تحبي، وندخلها، نسيبها تهدى شويه وندخلها التلاجة لمده حوالي ساعه بس، وطلعيها حاجه كده بترطب على القلب وجميله جدا. هنا دخلتها بقى التلاجة. هنا بعد ساعه طلعتها، نقلبها بقى معاكم. حاجه كده في منتهى الجمال. نقلبها بس هتتقلب معاكي على طول، يعني ثواني وهتلاقيها نزلت من الطبق. شوفوا الجمال والحلاوه بتاعتها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.